اخيرا المغرب تصعد لدور ال16 بعد اداء مشرف، وخلصنا بقى من التمثيل المشرف والخروج المشرف والكلام اللي احنا شبعانين منه بقالنا كتير قوي. يا كاتب التاريخ اوعى تقفل الصفحات وسيب الصفحات القديمة وافتح لنا صفحة جديدة واكتب فيها اسم المغرب. المغرب تكرر انجاز مونديال كأس العالم 86 وتصعد تاني للأدوار الإقصائية، وتاني مرة كمركز أول، وتاني مرة بدون خسارة، وأول مرة كمنتخب عربي ومنتخب إفريقي يطلع للدور ال16 ب7 نقاط. المغرب مش عايشة على نغمات الماضي، والمغرب بتسطر تاريخ جديد لنفسها والجيل كبير قوي وجيل عظيم بقيادة وليد الركراجي. ولو انت وصلك الفيديو ما تنساش تدعمنا وانت الداعم لينا دايما، فتدينا اللايك الجميل وتحط السبسكرايب لو انت لسه مش مشترك معنا في القناة، ويلا بينا نبدأ. عارف الميزة في ايه؟ الميزة ان منتخب المغرب عمل الحاجة الصح اللي احنا كنا بنتمناها من اي فريق عربي، اللي هو مثلا لو انت كسبت مباراة في كأس العالم فانت عايز يا اما تتعادل يا اما تكسب مباراة تانية وتعيش على الاحتمالات. يعني انت من الاخر داخل بتدور على احتمالية ان انت تتعادل فممكن تصعد، وممكن اساسا ان انت تكسب، بس ده احتمال بعيد شويه، فخلينا في الاحتمال اللي هو ايه، اللي هو التعادل. المغرب نازله على المكسب وبس، عشان كده المغرب طق طق وخلص الماتش من اول تقريبا من اول شوط، وكانت النتيجه 2-1 رغم ان المغرب كان ممكن تزود ويبقى 3 و4. ولكن انا اعتقد ان وليد الركراجي بدأ ان هو يهدي رتم اللعب شويه ويعتمد ان هو يسيب الكوره للمنتخب الكندي، وهقول لك كل التفاصيل دلوقتي حالا. المغرب النهارده بدأ بخط الوسط بتاعه اللي هو سفيان مرابط، رمانة الميزان بتاعه منتخب المغرب كله من وجهة نظري هو اللاعب سفيان مرابط. سفيان مرابط اللي بيقدر يوظف نفسه، حطه قدام ماشي هاته ورا ماشي، هو لاعب ديفندر بس بيعمل كل حاجة، هو لاعب زي ما تقول كده جوكر، لاعب شامل. اللاعب ده بيعرف يقطع الكرة كويس جدا، وتقريبا نص الفرص اللي جات للمنتخب الكندي كانت بإمضة سفيان مرابط انها ما تعديش. فانت عندك في النص كده يبقى مرابط وناحي يمين، وعندك شمال الصابري في نص الملعب بيمتلك افضلية عظيمة عشان ان هو يضغط على الفريق المنافس وكمان يسترجع الكرة بشكل سريع جدا. وبالنسبة للخط الامامي فكان تقريبا حكيم زياش بيلعب زي رقم 10 كده، وقدامه بوفال ونصيري. الانصيري من وجهة نظري هو افضل من عبد الرزاق حمد الله عشان نقطة واحدة بس، ان هو عنده قوة الضغط على المنافس اسرع بكتير من حمد الله، عشان كده انا بشوف ان هو انصيري بيلعب دايما على حمد الله. وحتى شفنا بقى الذكاء بتاع وليد الركراجي ان هو اساسا يعني مثلا شوف عندك الجون الاولاني اللي هو تحس خلاص انا بادئ اساسا بلعب معاك بالضغط العالي، وان انا هضغط عليك وهلعب عليك بالسرعات اللي هي اساسا ده الدراع اليمين، وده اساسا القوة اللي انت بتمتلكها كالمنتخب الكندي. طبعا منتخب كندا عنده امكانيات كويسة جدا بالنسبة مثلا للاطراف، بالنسبة لخط الهجوم، وعندهم سرعات رهيبة، لكن عندهم بطء في قلب الدفاع وكمان الحارس، وده اللي تسبب مثلا في الجون الاولاني لما تشوف الضغط يجي من النصيري وبعدين الحارس يلعب الكرة غلط، وحكيم زياش بمعلمة وتقل ويحسسك ان هو لاعب عنده امكانيات عظيمة جدا، وبيعرف كمان يوظف الخدمات اللي عنده دي لزمايله حواليه وبكل هدوء ورساوة، وحطها كده شمعها كده بالراحة كده حاجة صغيرة، وجا الهدف الاول. وفي الهدف الثاني بقى اقول لك ميزة النصيري، شفت الكورة لما اتلعبت طويلة للنصيري وانت عندك قلبين الدفاع رايحين مع النصيري، فانا بقول لك هم بطاء والنصيري عندك سريع وبيضغط كويس على المنافس، فبالتالي قدر ان هو يكسب الكورة ويحط جون 10/10. وحتى لو هتقول لي الجون اللي جه في منتخب المغرب، فالجون اللي جه في منتخب المغرب يعني اعتقد هو خطأ ساذج وبيحصل، كرة عرضية ملهاش اي ريحة اللازمة، فبالتالي نايف اجرد خبطت الكرة فيه عكسية ودخلت جون. انا بس كل اللي عايز اقوله لك ان شفت انت منتخب المغرب بيلعب اساسا في مجموعة صعبة. تعالى كده شوف المجموعة، كرواتيا وبيلعب مع بلجيكا وبيلعب مع المنتخب الكندي اللي كان مجهول بالنسبة لنا نوعا ما، لكن المجموعة دي كنا بنقول لا مجموعة صعبة ومجموعة هتبقى شرسة قبل البطولة. لما تشوف الاول كده المغرب لعبت مين؟ لعبت كرواتيا. انت في ماتش كرواتيا كنت طالع زعلان، اي حد كان بيتفرج على الماتش كان طالع زعلان، مش فرحان بالتعادل مع منتخب كرواتيا، لا عشان عارف ان منتخب المغرب لا منتخب كبير وكان احسن، وكان المغرب المفروض يطلع متصدر كمان. يعني المغرب يطلع من الماتش ده كسبان، وكسبان بلجيكا 2-0 وادي كسبان كندا 2-1، لا هو يطلع مقفل ال9 نقاط.
ولكن قدر الله ما شاء فعل وتعادل مع منتخب كرواتيا، ولعب المباراة التانية مع منتخب بلجيكا وعمل عليهم مباراة عظيمة. ده اللي خلاك وانت قاعد بتتفرج على مباراة النهاردة انت ما انتش حاطط ايدك على قلبك. يعني انا مثلا في مباراة السعودية والمكسيك امبارح الواحد بصراحة ما كانش له نفسه يتكلم، وبالنسبة برضه لمباراة تونس وفرنسا اللي تونس كسبت بأداء يعني المفروض ان هو أداء عظيم، فتيجي تبص تلاقي مثلا ان احنا هي الآية مش يعني متشقلبة كده. يعني السعودية المفروض انها تكسب مثلا، المفروض انها تكسب المكسيك، مش المفروض يعني عارف انت اللي هو الامال تكسب بولندا وتكسب المكسيك، وطبعا كده كده هتخسر من الارجنتين. لا، السعوديه تكسب الارجنتين بس بولندا تخسر منها وكمان المكسيك تخسر منها. نفس الكلام بالنسبه لتونس وفرنسا. تونس المفروض تونس هتلاعب فرنسا، لا اكيد فرنسا كسبان، لا منتخب تونس اللي يكسب، ومنتخب تونس اللي المفروض يكسب استراليا لا يخسر من استراليا. فهي دي الكوره. ولكن منتخب المغرب المنتخب الوحيد اللي يطمنك يخليك وانت قاعد بتتفرج عليه لا انت مطمن، انت كده كده عارف ان منتخب المغرب ان شاء الله هيصعد. ليه؟ عشان لعيبته ومدربه لعيبه عندها من الذكاء العقلي والقوه البدنيه، ولعيبه بتلعب في انديه كبيره. افضل تقريبا تيم في وجهه نظري لمنتخب المغرب كان التيم ده. قدر وليد الرجراجي في فتره صغيره جدا ان هو يجمع 26 لاعب بامكانيات عظيمه وياخدهم معاه. اوعى تقول لي المغرب صعد بالحظ او الحمد لله ربنا كرمه في ماتش كرواتيا فتعادل معاهم وكان محظوظ. لا، المغرب ما كانش محظوظ في ولا ماتش، ولا في ماتش النهارده كسب بالحظ، لا كسب عشان هو الاحسن. كسب في ماتش بلجيكا عشان هو الافضل وهو الاحسن. اتعادل في ماتش كرواتيا وكنا زعلانين عشان كان هو برضو الاحسن والمفروض ان هو يصعد. هتقول لي بقى هو هيواجه مين؟ هيواجه المانيا ولا هيواجه اسبانيا؟ وانا اتوقع ان منتخب المغرب ان شاء الله في دور الاربعه. ودي كانت كل الاخبار اللي معايا النهارده، ومستنيك ان انت تقول لي رايك في الكومنتات عشان ده رايي انا. قول لي رايك في الكومنتات، والمغرب هيوصل لحد فين في البطوله دي. وما تنساش ان انت الداعم الوحيد ليا، فتنزل حالا تشترك في القناه لو انت لسه جديد، وتفعل زر الجرس وتدينا اللايك الجميل وتصلي على النبي. واشوفك في حلقه جديده، والسلام يا صاحبي.